نرفع القبعة لكل مصري شاب أو فتاة يستطيع أن يضع هذا البلد في مرحلة جديدة، مرحلة نهضوية مختلفة. الحقيقة طبعا البلد دي زي ما شفنا أيام الثورة كان فيها قد إيه شباب واعد وقادر أن هو يعمل تغيير، موجود أيضا عقول مصرية شابة واعية جدا، علينا أن احنا نظهرها وتبقى هي اللي تاخد الريادة في المرحلة القادمة. معنا فريق الشباب من أجل مصر. اولا طبعا برحب بيكم عبد الرحمن محمد ابو النجا، اهلا بيك يا عبد الرحمن. معانا مرام محمد، اهلا بيك يا مرام. ومعانا ياسر محمد خميس، اهلا بيكم. ايه اللي جمعكم؟ يعني ايه اللي خلاكم كلكم تشتركوا في فكره واحده؟ هو انتمائنا، يعني عايزين ننهض بالبلد ديت، عايزين تبقى احسن بلد في الدنيا. عايزين نشارك في الثوره. ازاي انتوا جمعيه؟ جمعيه اهليه. احنا هي زي ما طبعا الناس شاركوا في ميدان التحرير وكده، فاحنا كنا عايزين، بدايتنا كانت زي ما هنا بدأوا في ميدان التحرير، احنا بدأنا في ميدان شتيفانس بلاتس، ده من اشهر الميادين في فيينا العاصمه. مع الثوره بدأنا مع الثوره، كنا احنا اللي بننظم المظاهرات اللي كانت بتطلع مؤيده للثوره وكده. يعني بدأنا مع الثورة وكده، وبعدين تتلت بعد كده ان احنا نجمع بقى الشباب اللي كانوا بيساعدوا في المظاهرات وتنظيمها وكده، ان احنا نعمل حملات مثلا زي تنشيط السياحة. عملنا حملات تنشيط سياحية عشان رجوع السياحة لمصر وكده. طيب انا عايزه اعرف، يعني ارجع كده لورا شويه عبد الرحمن، من اول ما اتعملت الجمعيه دي كانت ايه الفلسفه وايه الهدف الاساسي؟ يعني في افكار كتير كانت موجوده، وفي شباب كتير كان عايز يعمل حاجات كتير قوي، يعني حصل حاله كده نشوه عند كل المصريين. صحيح. انتوا ايه الحاجه، ايه الشراره اللي خلتكم يعني تروحوا النمسا ويبقى فعلا في صوت مصري شاب في النمسا لمصر؟ والله هي بدات عفويه للغايه يعني. هو الشباب هنا طبعا سبقونا يوم 25 يناير ونزلوا، والواحد لما يكون عايش بره بيبقى شايف، بالعكس بيبقى شايف هنا مساوئ البلد بزياده. كلكم عايشين بره؟ كلنا عايشين في النمسا. كلكم عايشين في النمسا. في فيينا؟ في فيينا. فاحنا كنا شايفينه اللي هو عايش بره بقى ومش في دماغك يعني. فجت لما الشباب هنا نزلوا يوم 25 وشفنا الحماس وبتاع، فبدانا مظاهراتنا من 28. كان عندك حاله غيره شديده كده، عايز انا كان نفسي اكون هنا. انا كان نفسي اجي هنا واشوف البلد وكل الشباب وكل الشباب كلنا كنا نفسنا نكون هنا. فبدانا من 28، حتى البنات اللي بداوا معانا من 28 وسجلنا مظاهره وطلعنا مظاهره وهتفنا ومظاهره والثانيه والثالثه والرابعه، طلعنا تقريبا 7 مظاهرات عندنا في النمسا في العاصمه، من المصريين ومن اخواننا العرب وكل الناس يعني شاركوا. فبعد المظاهرات لما الحمد لله الرئيس السابق تنحى او اتعزل، قعدنا مع بعض وقعدنا نفكرنا ازاي نخلي الموضوع ده يفيد بلدنا اكتر من كده. احنا طلعنا مظاهرات، عملنا ضغط اعلامي عندنا في النمسا شويه، طلعنا في التلفزيون النمساوي، بس قعدنا بعد كده مع بعض وقلنا ازاي نفيد البلد فعليا. فبدانا بقى انشطه، اذا كانت انشطه ثقافيه، انشطه في البدايه انشطه ترفيهيه، جمعنا الناس وقعدنا نتكلم مع الشباب ده وده ونشوف ايه التوجهات. ايه كانت طبيعه الانشطه؟ يعني ايه كانت توجهات الانشطه؟ هل مثلا هي تعريف مثلا بمصر اكتر بصوره اقرب؟ هل هي نوع مثلا من طرح قضايا متعلقه بمصر؟ يعني كانت ايه خطتكم، ولا كانت المساله بشكل كده؟ هو احنا بداناها الاول مساله اللي هو رفع الانتماء شويه لمصر، بس الانتماء اللي اكتشفنا اللي بالعكس الناس كلها بتحب مصر، وحتى اللي هو اندمج قوي في المجتمع الغربي. بالمصريين اللي عايشين في النمسا. حتى اللي اندمج في المجتمع الغربي لغايه لا لسه عاوز البلد وعاوزها تكون احسن وعاوز التغيير وبيسال وبيطلع، حتى النمساويين حتى مع الثوره المصريه النمساويين كانوا بيجوا يسالونا ايه اللي حصل فاحنا غيرنا، اللي هو النمساوي بيسالني عن ثورتي وانا ما عملتش حاجه لبلدي ولا اي حاجه. فبدانا نعمل انشطه ثقافيه، انشطه دعم خيريه لمصر، تعددت المجالات يعني. طيب ياسر، يعني انتوا عكستوا المثل اللي بيقول اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب، لكن بالفعل انتوا حسيتوا بالبلد بصوره قويه. الافكار دي ازاي ترجمت لمشاريع حقيقيه بعد 25 يناير؟ يعني عشان يبقى في نوع من الاستمراريه، انتوا اكيد تكوينكم وخليني اقول برضو اقامتكم في دوله اوروبيه المفترض انها تخليكم تفكروا بصوره الى حد كبير مختلف. ازاي قدرتوا تستغلوا طريقه التفكير دي في ان بالفعل تفكروا في مشاريع حقيقيه لمصر تفيد هذا البلد؟ احنا قبل اي حاجه برضو كنا كلنا انتمائنا لمصر كبير عالي قوي. يعني احنا كنا اكتريتنا كلنا بنسافر كل سنه لمصر، وعارفين برضو مشاكل مصر ازاي، يعني قد ايه وكبيره قد ايه. واحنا برضو كلنا خريج، يعني كلنا في الجامعه ودارسين حاجات. فخلتنا برضو نفكر الحاجات اللي احنا بنعملها اللي بندرسها ننفذها ازاي وتبقى ازاي بقى. يعني انا عايز اعرف بالتفصيل، يعني ايه اللي انتوا ازاي ربطتوا بين دراستكم وافكاركم وخلفياتكم المختلفه انها تترجم لافكار حقيقيه؟
ما هو كل واحد في القسم بتاعه، مثلا قسم الجامعه بتاعه هو بدا مثلا انا نفسي ادخل في الهندسه معماري شويه. هندسه معماري. ايوه. فنفسي أنا مثلا ماشي في الشارع اشوف الشارع مبني ازاي، العمارات مبنيه ازاي، فبفكر ازاي مصر تبقى شكلها اجمل يعني. انت بالك قد ايه ما نزلتش مصر؟ أنا ولا بتنزل كل سنه؟ كل سنه بنزل. طب احساسك ايه كمهندس معماري لما بتمشي في شوارع مصر؟ انا صراحه بستغرب يعني في حاجه، في مناطق الواحد مش يعني ملوش نفس يدخل فيها كتير زي عندنا. يعني ليه؟ الشوارع مش يعني مش مستويه كلها، مش يعني مش عاديه، مش واحد يعرف يمشي فيها عادي. لازم الواحد يطلع وينزل لا لازم تكون هي ايه المفروض. ايوه شوارع عاديه. ايوه. طيب قولوا لي، يعني المصريين في الخارج ليهم دور كبير جدا، او احنا بننتظر ان اي مصري في الخارج ليه دور في منتهى الخطوره. انتوا افكاركم ايه كشباب ثوري في افكاره؟ يعني اكيد عايزين تعملوا حاله جديده، عايزين تعملوا حاله مختلفه. افكاركم في ايه للمرحله الجايه في مصر؟ افكارنا ان احنا نعمل جاليه شبابيه فعاله ليها تاثير في المجتمع اللي احنا فيه. لينا صوت برضو. وفي نفس الوقت كمان يعني ننهض ببلدنا في نفس الوقت، او نشوف ايه اللي يخدم بلدنا ونعمله. يمكن نعمل حاجات ليها معنى، يعني حاجات خفيفه جدا بس ليها معنى عميق او كده. فمش عارفه، يمكن من خلال نشاطاتنا. يعني احنا لما بدأنا اول برضه هي كل حاجه جت كده ورا بعض عفويه قوي. بعد المظاهرات وحصلت الثوره ونجحت وكل حاجه، بعديها لقينا اللي هو رجوع السياحه لمصر وكده. في بلاد رجعت السياحه لمصر وفي بلاد لا. النمسا كان النمسا قالت ان هي تطلع السياح. ففي صحف كتيره كانت بتقول لا ازاي يعني في بلاد لسه ما عملتش ان هم يرجعوا السياحه وكده، ازاي احنا نودي النمساويين هناك. فاحنا نزلنا الحمله الاولانيه اللي هي حمله وي لاف ايجيبت داي، عملناها رد على الصحف ديت، لا احنا هنرجع السياحه. وكلمنا شركات سياحيه واخدنا منهم بروشور وعملنا بالتعاون مع برضو المستشاره السياحيه المصريه هناك. عملنا بوسترز ونزلنا تقريبا 40 بنت وولد، وعملنا معرض صور 100 صوره على الارض. وقعدنا بقى نقنع النمساويين اكتر ونتكلم معاهم عن الثوره ونقول لهم انتوا سمعتوا الرئيس النمساوي قال احنا شعب مصري يستحق جائزه نوبل للسلام وكده. حاولنا يعني نتكلم معاهم ونتفاعل معاهم وكده، وبالتالي جت بقى حاجات تانية ورايا، افكار تانية. انت لمست